ناس في الدنيا. ايه ده؟ ثانية. ازيكم احلى ناس في الدنيا، عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم ادم جيمنج 12 من قناة ادم جيمنج 12 النهارده. والنهارده هنلعب تحدي الناس مش الناس كلها، يعني في شوية ناس بيقولوا على التحدي ده صعب في سلسلة التحديات. بيقولوا على التحدي ده صعب، فانا من ذغتي بيقولوا عليه صعب، انا عملت فيه هارد. خليت التحدي ده ودوس فيه هارد. اكيد طبعا معظمكم فاهمني. يلا بسم الله. واتمنى يا جماعه تكونوا فاكرين تحدي الشرطه ابو كرش. طبعا اتمنى يكون فاكرين الدقايق، عشان السؤال اصلا بتاع النهارده يعني لا بلاش ده، هيبقى في سؤال الحلقة. هفكر لكم ثانية واحدة بس. ايه الغلطة بقى؟ اوكي يا جماعة، دورت على السؤال جماعة. كم يا ترى ايه هو اسم اللعبة؟ وسؤال تاني، طبعا انتوا هتكتبوا لي طبعا الكلام ده كله في الكومنتات، في كومنت واحد، كل ده في كومنت واحد. السؤالتين هتعملهم في كومنت كده، وتكتب بقى كل الاسئله وكل اللي انت عارفه في اللعبه دي. يا ترى يا شباب توقعكم ايه هي اسم اللعبه؟ انا عارف ان السؤال ده صعب عليكم، وفي ناس متحيرة منكم شوية، بس اكيد هتعرفوا تعدوها. ايه هو اسم اللعبة؟ ايه هي اسم اللعبة بس؟ فانت هتردوا عليا في الكومنتات وبس. وسؤال تاني، يا ترى اتفرجوا على التحدي بتاع مدرس ابو كرش؟ بصوا الفيديو ده هيكون فيه مسابقة من 10 درجات، يعني لو جاوبت واحد هيبقى كده واخد 5، لو جاوبت الاتنين 10 يا معلم. بس لو جاوبت واحد غلط والتاني صح يعني 5. انا عارف ان الاسئلة صعبة، لكن كلكم طبعا اكيد كلكم انا عارف اذكياء انتوا. استنى بس اوطي الاضاءة ثانية. مين اللي معلي الاضاءة بالشكل ده؟ وطبعا يا جماعة بس زي ما قلت لكم يا جماعة، ثانية واحدة بس جماعة. اللي مش عارف اسم اللعبة، هي اجابتها عامة سهلة، ولا هوريتكوا صورتها، عشان لو وريتكوا صورتها انتوا كده هتغشوا اصلا من الفيديو. فلو وريتكوا صورتها انتوا كده هتغشوا اصلا من الفيديو نفسه. فبس ايه هي اسم اللعبة؟ وهل يا ترى الفيديو بتاع الشرطة ابو كرش، التحدي بتاع الشرطة ابو كرش، كسبت فيه في كام دقيقة؟ وبس كل ده هتكتبوا لي في كومنت واحد. انا عارف ان السؤال صعب جدا، وفي منكم هيتحير مش هيعرف اصلا يجاوب، اصلا مش هيعرف يجاوب. او هسألكوا سؤال كمان اخير مفاجئ. شيل السؤال بتاع مدرس ابو كرش، شرطة ابو كرش ده، وخلينا في سؤال تاني. لازم يبقى في سؤالين في الحلقة عشان السؤال يكون صعب. اسألكوا في الاخر عشان ايه؟ ركزوا في الفيديو جامد. انا عملت ايه مش عارفة ايه، ركزوا جامد عشان السؤال اللي في الاخر ده هسأله لكم دلوقتي. وبصوا يا جماعة، السؤال ده محتاج اصلا انك تبدأ الفيديو لحد ما تكمله عشان تجاوبه صح. وكمان عندي مكافأة.
كمان عندي مكافأة، معلش دماغي معلقة شوية. عندي مكافأة، اللي هيجاوب على السؤالين، اللي هيجاوب على سؤال بس ممكن اديله 2 روبوكس، او لا مش 2 روبوكس، 2 روبوكس على السؤالين كاملين كده. خلي التحدي صعب وحماس. 2 روبوكس على ال2 دول. انا معايا طبعا 58 روبوكس. هتقول انا طماع مش عارفه ايه، معلش هي المسابقه صعبه. يمكن المسابقه صعبه عليكم شويه، ولكن انتوا هتقدروا طبعا. طبعا لازم تركزوا جدا في السؤال اللي عندكم في العنوان. لو ما حدش جاوب عليه خلاص من نصيب انا ال2 روبوكس ولا حد هيكسبهم. إيه ما هي اسم اللعبه وانا مت كام مره؟ تكتب اسم ايه ده؟ ايه الكوسه دي؟ طبعا يا جماعه السؤال انا غششتهولكوا. بصوا يا جماعه، انتوا في الكومنتات هتكتبوا كل السؤالتين دول في كومنت واحد، عشان لو كتبت لي سؤال واحد في كومنت واحد والسؤال التاني في الكومنت التاني، هتشوف بص ولا هتجيلك ولا روبوكسية ولا روبوكسية. لو كتبت لي سؤال في كومنت والسؤال التاني في كومنت هموتك. وحاجة تانية يا اصحاب اساطير، حاجة تاني يا اصحابي يا اساطير، استنى بس اوطي الصوت عشان الصوت عالي. يا اصحابي يا اساطير، انا بعد السؤال التاني هتعملوا كده ما بين قوسين وتكتبوا انا مت وبعدين تكتبوا ما بين قوسين تاني كذا، انا مت كذا، انا عشت كذا. فاهميني؟ يلا بقى يا عم موت. لازم طبعا تحفظوا اسم اللعبة عشان السؤال خاص باسم اللعبة اصلا. نسيت اقول لكم ازيكم يا اصحابي يا اساطير، عاملين يا رب تكونوا بخير. من معاكم ادم جيمنج 12 من قناه ادم جيمنج 12. واحب اقول لكم متنسوش الاشتراك عشان الفيديو يوصلك عشان يوصلك كل جديد. انا دماغي معلقه النهارده، متنسوش الاشتراك. بصوا يا جماعه، انا بعد كده هصور من قبل الساعه 6 عشان من قبل الساعه 6 بيبقى دماغي زي الفل، من بعديها بعلق اصلا بالليل. فبس السؤال التاني تعمله ما بين قوسين وكذا ما بين قوسين. تكتب ما بين قوسين انا مت وبعدين ما بين قوسين انا مت كذا. هغششكوا طبعا، انا مش مجنون عشان اغششك انا مت كام مره. امسك ولا ايه ده؟ ايه المجتمع ده؟ متنسوش الاشتراك واللايك عشان الفيديو يوصل لأصدقائي تاني، والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وبعد كده هنزل من قبل الساعة 6 وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك لا فضلك يكون في واحد جاي من هنا مثلا. اوه ماي جاد. امسك ايه ده؟ انت مش عايز تموت ليه؟ مات اهو. امسك يا ابني يا ابني غور بقى من قصادي بقى. غور طبعا كلهم بسم الله. الموت ده لا موت. والله العظيم لو كنت مت انا كنت هبلغ شكوى في اللعبة. امسك 26 موت 26 عاش. امسك لا امسكني. امسك دي كمان، خد دي كمان. امسك. ايوه الحمد لله كسبت يا جماعه، الحمد لله كسبت في ال10 دقايق بالظبط. كسبت في ال10 دقايق بالظبط. انجز يلا.
يلا يا عم عشان نختم الفيديو يا عمو. يلا يا عم عشان نختم الفيديو يخرب بيتك. وطبعا يا جماعة ما تنسوش تجاوبوا على السؤالين اللي انا سألته لكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان الفيديو يوصل لصيت تاني، وعشان يوصل لك كل جديد، وعشان نعمل افلام تانية اساطير اسطورية قريب. وعشان كمان يا جماعة اللايك والاشتراك ده عشان نعمل المسلسل بتاعنا في رمضان. ايه ده؟ عشان نعمل المسلسل بتاعنا في رمضان اللي هو مسلسل من 15 حلقة طبعا، هيبقى اسمه الشرطي والحرامي، هيبقى ليه حلقة كذا. دي طبعا اول مرة اعملها في ان انا اعمل مسلسل في رمضان. انا كنت السنة اللي فاتت طبعا السنة اللي فاتت كنت في رمضان كان عندي موبايل والله العظيم وحش، بس الحمد لله ربنا رضاني بقى، ومكنتش عارفة اعمل مسلسلات ولا عارفة اعمل بتاع وبس. اديني خلصت معاكم دلوقتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وعشان الفيديو يوصل لاساطير تاني، والفيديو يوصل لكل اساطير تاني، ويوصلك كل جديد. سلام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سلام.